عنها. هنسمع التقرير لو يعني السيد المخرج جاهز معايا بالتقرير نتفرج. طيب اتفضل. مصر ايران، هناك طريق مصر ايران 3 حارات رايح و3 حارات جاي وميدان في النص، حاجه جميله. ونزلنا قوصر والفردوس ورحنا السويس الجديده، فالسويس بتتغير في طفره كبيره. كلمني النهارده ايه اللي بيتم في الطرق؟ يعني انت يعني مش عايز اطلع من الفرحه اللي عاملينها لنا اولادنا دول ونروح للاعمال اللي احنا بنقوم بيها على الارض، لكن ببساطه شديده السويس زي ما حضرتك عارف وسيادتك ابن من ابناء السويس، عارف الشكل كان ايه وعارف وصلنا لايه، واحنا لينا خطه مستقبليه بنرجوها. فاحنا كنا رايحين، احنا عندنا في مشكله كبرى في السويس، عندنا ان العربيات النقل بتخترق السويس بالعرض داخله خارجه من السويس، لان ما فيش طرق بتلف منها من بره تقدر تخش وتروح بيها المحافظات الاخرى او توصل للاطراف. فاللي احنا بنعمله طريق مصر ايران ده كان معمول بقاله فتره كبيره، والحقيقه كان معمول طبقا اللي كان متوفر ساعتها. كان ضيق قوي لدرجه ان العربيتين كانوا يمشوا جنب بعض، كانوا ممكن يحكوا ببعض. فاحنا عايزين ناخد حركه النقل بدل ما هي بتخش جوه محافظه السويس، نلف بيها من بره محافظه السويس خالص، ما تخترقش المحافظه. فاحنا كنا ابتدينا اشتغلنا في الطريق اللي هو اللي طالع من مينا بورتوفيق لغايه طريق السويس القديم. خلصنا تقريبا جزء كبير منه، فاضل فيه 2 كيلو بس، 10 كيلو كنا خلصناهم، بعدين 5 كيلو، فاضل 2 كيلو. فان شاء الله ال 2 كيلو دول داخلين في الخطه اللي بعد كده. وقلنا نعمل الطريق الاخر اللي هو ياخد من بره اللي هو طريق مصر ايران، فبنوسع طريق مصر ايران وبنعمل له 3 حارات في كل اتجاه على الناحيتين، بحيث هياخد حركه النقل كلها ما ندخلهاش السويس خالص وتبقى اجباري من هناك. لكن دلوقتي انا مش قادر اقول اجباري، لان طب هيمشي منين؟ نعم. فان شاء الله اول ما ده يخلص هتبقى حركه النقل اجباري، بالاضافه لان تطوير طريق نصر اللي احنا شغالين فيه، واللي انا قلت قبل كده اسباب التاخر في الطريق ايه. بالاضافه لطريق ناصر ده هيمنع فيه النقل تماما، وهنمشي منه الشركات اللي هي فيها العربيات النقل التقيل، فهيبقى لان خلاص بقى اصبح كله سكني نعم. فما ينفعش نعمل فيه الكلام دون. فاللي انا بقوله ان السويس شكلها طالع لقدام في موضوع الطرق، وزي ما حضرتك عارف ان احنا كميه الطرق اللي اتعملت لغايه دلوقتي في خلال الفتره اللي فاتت يعني كميه جيده جدا وممتازه، مسهله الحركه عندنا في السويس بشكل جيد. ودخلنا بقى في الشوارع الداخليه الضيقه في الاحياء وبتاع، زي ما اشتغلنا في غرب السويس، اشتغلنا في بعض الاماكن في الاربعين، اشتغلنا في مناطق زي كفر حوده اماكن كتير، يعني مش هقعد اعدد بقى. والموضوع اللي هو تطوير المدن اللي احنا شغالين فيه ده، حضرتك طبعا اقدر واحد انك تروح تصور وتشوف الدنيا هناك ماشيه ازاي، وازاي اتنقلت حياه الناس من مستوى لمستوى، وازاي شكل العمارات دي اللي كانت بالهم اللي كان موجود هناك بقت شكلها ايه. ان شاء الله رب العالمين ربنا يقدرنا ونقدر ان شاء الله ان احنا نوفر الاعتمادات اللازمه عشان نكمل ال 18 مدينه اللي فاضلين، ونبقى كده وفينا بالعهد. احنا خلاص اهو، كان دوله رئيس الوزراء في اخر مره كان صدق لنا ب 250 مليون جنيه اللي هم بنكمل بيهم بقيه ال 17 مدينه عشان نقفلهم خالص المرحله الاولى، وبعد كده هنخش على المرحله الثانيه اللي هم ال 18 مدينه هنخلص فيهم ان شاء الله باذن الله اول ما نوفر لهم الاعتمادات. واحنا يعني وزي ما بنقول ان احنا مش عايزين نعمل حاجه اسمها بندهن، لا احنا بنعمل حاجه صح جدا، عمارات ترتقي ومستوى الناس يرتقي، وعمارات العمر بيقعد معاها بعد كده ممكن تقعد لها قد 50 60 سنه بالراحه من غير ما تعمل فيها اي حاجه. لكن اللي احنا بنوعد بيه الناس ان احنا على قد ما احنا عملنا ال 17 مدينه دول دلوقتي، وعلى ما نبتدي نعمل ال 18 مدينه، ان اجراءات الصيانه الدوريه اليوميه كمان، مش الدوريه يعني كل سنه، اللي هي الصيانه هتستمر على طول في ال 17 مدينه دول، بحيث ان مستواهم مش هنقبل انه يقل. لان زي ما انت حضرتك شايف مدن كان شكلها ايه، النهارده بقت كانك ساكن في افخر المدن السكنيه اللي موجوده في مصر. فالحمد لله رب العالمين. نهني السويس والسويسه بالشكل العام اللي موجود في السويس، باماكن الترفيه اللي موجوده في السويس، بالحضاره العظيمه اللي موجوده في السويس. السويس تستحق احسن من كده كمان. وكل اللي نقدر اقول عليه ان يا رب ربنا يقدر كل اللي جاي بعدنا كمان انه يزود ويزود ويزود لغايه السويس ما تبقى تاخد مكانتها اللي تستحقها. السويس جميله باهلها مليون في المية، ودي مش محتاجه فصال. واهل السويس من زي ما انا قلت قبل كده، وهذا ليس رياء ولا نفاق اطلاقا، من اطيب واجمل الناس اللي عندها عشق لارضها وبلدها وجوها. فنتمنى الخير والنماء بدون. اشكرك وبالتوفيق يا فندم. اشكرك.
تقرير يتحدث عن نفسه. كنا مع السيد اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس من داخل ديوان عام المحافظة الجديد. راجل محترم، راجل بيحب البلد، بيحب محافظة السويس، بيقول السويس جميلة بأهلها، السويس جميلة بناسها. وكل اللي أنا أقدر أقوله يعني هي مناشدة كده سريعة على الهوا، يا ريت نحافظ على محافظة السويس. محافظة السويس هي 27 محافظة على مستوى الجمهورية. لو قلنا محافظة السويس محافظة فهي فيها 26 محافظة. أنا ما أقدرش أقول غير كده. فيا ريت نحافظ على الجمال والنظافة توسعة الطرق والجناين اللي هناك، ويا ريت ما نروحش نقعد نسهر نرمي. برضو بيجي شكاوي من خلال برنامج الجريء ومن من خلال الواتساب. الناس بتروح ترمي في قشر السوداني وترمي في اللب وترمي في كده. في ناس برضو بتتعب، يعني ناس شغالة عندها 50 سنة و60 سنة في الأجهزة هناك، بتلم الحاجة دي من 6 الصبح لغاية 5 آخر النهار. الناس بتتعب. ويا ريت شبابنا ما ينادوش الناس اللي هم بيكنسوا هناك في جهاز التجميل والنظافة، يقعدوا يشتموهم في الشارع ويرموا عليهم طوب. الناس برضو بتشتكي. يا حبيبي، خادم القوم سيدهم. الناس دي بتنظف في الشارع، بتخدمنا، نحطها على دماغنا من فوق. يا ريت توعية اهي من خلال برنامج جريء وقناة الصحة وجمال الفضائية. يا ريت نحافظ على الناس في الشارع. ده الواحد بيلاقي واحد مثلا بيكنس ولا بيعمل حاجة يروح يجيب له ازازة مية. كفاية كلمة الله ينور، الله ينور عليك كده، انت بتديله، بتشجعه اللي هو يعمل وينظف ويظبط. ما نشتموش في الشارع، عشان دي رسالة انا هتحاسب عليها جات لي من خلال برنامج الجريء. استاذ عمرو غنيمة، التقرير يتحدث عن نفسه. سمعت السيد المحافظ قال ايه عن الطرق وطريق مصر ايران وشارع ناصر والمدن الجديدة اللي احنا تحدثنا عليها؟ الحقيقة طريق ناصر يعني هو بعد ما بدأ تطويره فوجئ ببعض الحاجات اللي هو دايما ينادي بيها من اول ما تولى مسؤوليه المحافظه. قال لك ما فيش شارع هيتم رصفه الا بعد انتهاء من كافه مرافقه. ففوجئ ان في بعض التقارير جايه له ان في مناطق فيها خلل في الشبكات الصرف الصحي والخطوط الرئيسيه اللي ممكن تؤدي الى فتح الطريق مرة أخرى خلال فترة وجيزة. نعم. وبالتالي رفض الكلام ده وعرض على المسؤولين وعرض على رئيس الوزراء، وبدأ يحط اللمسات الأخيرة عشان الاعتمادات في ظل انت عارف الأسعار وتحريك الأسعار، عشان يبتدي يعمل كافة المرافق الأرضية تحت الطريق. وقصة ان هو قال ركز على مفيش نقل تقيل يمر، ده حقيقة هايلة. ليه؟ الطريق ناصر أصبح أحد المحاور الرئيسية اللي بتربط أحياء. بيحصل فيه حوادث كتير وطبعا تكدس العربيات مع بعض وازدحام وشغلانه يعني. تهالك. الأيام دي الناس فكرة صحيحة وفكرة جيدة اللي هي خروج سيارات النقل بره طريق ناصر، لأن هو بيجي من أول العوايد الطريق طبعا لغاية صلاح نسيم. العميد شارع صلاح نسيم. العميد عصام محمد مدير المرور الحقيقه راجل نشط، المحافظ كان ليه لقاء معاه قال له ان لازم يبقى فيه على مدى ال 24 ساعه وجود دوريات من المرور في هذا الطريق. نعم. وعلى فكره الطريق ده بيربط النجده وبيربط فرق المرور واداره المرور نفسها. نعم. فبالتالي بقت سهله الى ان يتم الانتهاء من كافة تنفيذ المرافق التحتية اللي تم وقف العمل في الطريق لحين ورود بعض المواسير اللي هيتم تركيبها. الفترة دي تواجد المرور مهم جدا عشان الزحام، عشان التكدس، عشان الناس اللي رايحة مدارس، رايحة مصانع، رايحة أشغالها. إن شاء الله السويس في المقدمة، والسويس بتتغير للأفضل والأحسن، والسويس قاطرة التنمية.